غير دراما ما والو. الشخص اللي راه يحكي معاك الان مصاب بالملاريا، جالسني الملاريا. كنت في السنغال الاسبوع اللي فات، دوك راني في كوديفوار. جيت باش نحضر فيديوهات لكاس افريقيا. علول ما كنتش عارف، شربت الدواء من هي بوليبران والو. قلت هادي لازم نروح ندير لها التيست. درت التيست لقيتها بوزيتيف. باك يدير لك راسك يويح دو تفشل، تحكمك السخانه تعرف دقدق. وهنا كراجمي اكثر حاجه لازم ديرها هي انك تاكل. هذه الماكله تاع السواره عاود نسخن فيها. كاينش حاجه اخرى تقضي عليها الدواء طبعا. بالنسبه للدواء عطاوني 3 ابر كل يوم، الدواء هذا اسمه بالوفا، و3 ايام واحد اخرين نشرب فيها كوارتان. وكان عندي التهاب في الحلق، عطاوني الدواء تاعو ايضا، سما 2 مرات في مرض، لكن الحمد لله. كل ما تاكلش تقضي عليك الملاريا. لازم نحاربوها بالاكل. بصله، شربت الزنجبيل، درت كلشي. هذا ثاني مليح يعاون. الحمد لله كل حاجه صرا للانسان في الدنيا هذه لسبب. والاهم في كل شيء انه ما لازمش تتخلع، لانه لما تتخلع المناعه تاعك تنقص. وقتاش تعلمتها انا هذه؟ نهار قرصتني عقرب في الصحراء، قالوا يا جماعه كنت تتقلق يبدا يطلع لك هذاك السم تاعها في قلبك. لكن انا الحمد لله كل شيء بيد ربي. اذا كان هذا هو اجلي انا نموت بالملاريا مكتوب. اذا ربي دارها لي باش تقوي المناعه تاعي حكايه واحده اخرى. ما نديرش مناعه. لا عرفت، الملاريا تظهر بعد 10 ايام حتى ل 15 يوم يبداو يبانوا الاعراض تاعها. بمعنى انا جلسني في السنغال، قرصتني ناموسه، هذه جديده ناموسه. انا شافي عليها اللي قرصتني هنا، والله غير نشفى عليها هنا. كانت عندي ناموسه هنا، قلت يا ربي برك ما تكونش ملاريا. سعفاتوا ليا يمكن جيت انا كوديفوار باش بدات تبان. دوكا راني لاباس. هي الصباح درت التيست، قلت دوكا شويه درت روبو، ما حبيتش نخرج نصور. غدوه ممكن نروح نصور. الله غالب واحد شغل مهووس.